ازيكم؟ انا اريج والنهارده هنقرا مع بعض ماثس لستيفن فراي. النهارده اخر فيديو في سلسله فيديوهات الماجيكال ريداثون. لو ما شفتوش الفيديو اللي فات هحط اللينك بتاعه فوق وتحت في الديسكربشن. كانت رحله لطيفه جدا، انا مبسوطه ان انا قضيتها معاكم وان احنا عرفنا نخلي مع بعض التجربه اكتر من ان هي مجرد كتب بنقراها. لو انتوا كمان شاركتوا في الماجيكال ريداثون عرفوني تحت في الكومنتس انتوا قريتوا ايه وكنتوا مختارين ايه في الكولينج بتاعكم ووصلتوا لحد فين، حققتوا التارجت بتاعكم ولا ما حققتوهوش. كتاب النهارده ماثس لستيفن فراي هو كتاب مختلف شويه عن الحاجات اللي قريناها قبل كده. هو نون فيكشن بس هو اقرب للفانتسي شويه لان هو بيتكلم عن الجريك ميثولوجي او الميثولوجيا الاغريقيه. القصص دي اتحكت قبل كده في كتب قديمه زي ميتامورفوسيس او الالياذه والاوديسا، فهو في مصدر موجود اصلا للقصص دي، لكن ستيفن فراي بيحاول في الكتاب بتاعه ان هو يعمل لها ريتيلينج بشكل ابسط شويه. كتاب اصلا مترجم من الاغريقي القديم للاتيني وبعد كده الانجليزي. خلال الترجمه بتاعته في حاجات كتير اتغيرت، فكانت فكره ستيفن فراي ان هو يحاول يطور من طريقه سرد القصه. الاسبوع ده هاخدكم معايا ووك اوف كايرو في زايد، هنعمل ريدنج سبرنتس مع جي وهنجرب الاي اس ام ار روم اللي هي عاملاها. هي كل سنه بتعمل زي اي اس ام ار فيديو كده، بيبقى حوالي 3 ساعات على اليوتيوب شانل بتاعتها. بيبقى فيه الفايب اللي هو احنا ممكن نتخيله لو احنا كنا فعلا في الماجيكال ريداثون في الحقيقه، كاننا قاعدين معاهم في مكتبه بنقرا الكتب. هنجرب ده مع بعض، هنعمل شويه جورنالينج، هناكل الشوكولاته الكواليتي ستريت وهنقرا الكتاب طبعا، وبعد ما اخلصه هاجي واقول لكم رايي ايه. ايه ده، انا قريبه قوي، استنى كده كويس. ماثس او ميثس مش عارفه، هو ستيفن فراي في الكتاب بيقولها ماثس وهو صاحب الكتاب فهو ادرى. انا مش مجهزه اي حاجه اتكلم فيها، ان بحس ان الكتب النون فيكشن انا مش هعرف اتكلم فيها اوبجكتيفلي، لان الكتاب ده بالذات هو بيحكي قصص حصلت قبل كده، يعني هي حاجات احنا معانا مصادر ليها، ولكن في الاساس هي قصص اتقالت لنا قبل كده. هو ماثس في الاساس بيتكلم عن الاساطير اليونانيه او الاغريقيه بدايه من الصفر، يعني هو بدأ من العدم، من ولا حاجة. قبل ما اتكلم في الكتاب نفسه انا عايزه اقول ان الاوديو بوك جميل جدا. انا بحب ستيفن فراي من ايام ما كان بيناريت اصلا الكتب بتاعت هاري بوتر، يعني انا عارفه من هناك. هو ناريتور وفويس اكتر واكتر برضو، كان موجود في حاجات مشهوره زي ذا هوبيت مثلا، أليس إن وندرلاند نسخه 2010 بتاعت تيم بورتون. بحب دايما اتكلم في الموضوع ده، انا بحس ان مفيش حد احسن يناريت
الكتاب من الشخص اللي كتبه. ستيفن فرويد بيناريت الكتب بتاعته، نيل جيمان بيناريت الكتب بتاعته، وحس ان لو كانوا جابوا اي حد تاني يعرف يناريت الكتاب ما كانش هيعرف يعمله زي ما هم عملوا. ميثس بقى لو هنتكلم عنه ككتاب، يعني انا مش هتكلم على الحبكه والقصه والاحداث اللي بتحصل نفسها، هو طريقه الكتابه بتاعته مش تقليديه، يعني هي مش طريقه الاسايز. لو انا هكتب كتاب نون فيكشن فانا عاده بخليه في نمط اسايز. الشابترز بتاعته قصيره قوي، يعني الشابتر بيبقى صفحه صفحتين بالكتير، لو اندمجنا قوي ممكن يبقى 5 صفحات. فالواحد اصلا بيحس وهو بيقرا ان الريتم بتاع الكلام سريع. الشابتر هيدرز او التايتلز بتاع كل شابتر حلو قوي. الطريقه اصلا اللي هو كاتب بيها ان هو بيعمل مودرنايزنج، مش عارفه مودرنايزيشن هي دي كلمه مش عارفه بصراحه، يعني هو بيخلي الكلام اللي احنا كنا متعودين على انه حاجه قديمه قوي قوي مكتوبه بطريقه مواكبه للعصر اللي احنا فيه والمجتمع اللي احنا فيه. يمكن في ناس شافت الادابتيشن روايه بيرسويجن بتاع جين اوستن، ممكن نكون بنفقد جزء كبير من الاسنس بتاع القصه بسبب ان احنا بنغير يمكن اللغه بتاعتها او طريقه التعبير بتاعه المؤلف الاصليه. انا بحس انها اوقات لما بتستخدم صح بتساعدنا اكتر ان احنا نقدر نخلي الحاجة اكسسبل لكل الناس. في اجزاء اصلا دايالوج ما بين الشخصيات بيتكلموا بطريقة الناس اصلا ما كانتش بتتكلم بيها من 10 سنين فاتت. الفوت نوتس، ويمكن دي حاجة بتضايقني في اغلب الكتب، الفوت نوتس اللي هي النوتس اللي بتبقى مكتوبة في اخر الصفحة في الكتاب، زي كده مثلا هو يكون في حاجة في سطر فوق ومحتاج شرح اكتر. ستيفن فراي مستخدم الفوت نوتس استخدام مختلف تماما، يعني انا مبسوطه جدا بالموضوع ده. بيدخل عوامل من نفسه في الكتاب، عامل سيلف انسرت لنفسه في الكتاب او انكلوجن لنفسه في الكتاب. ممكن يحط هنتس هنا لحاجات معينه، يتكلم عن حاجه هو عملها قبل كده. كمان ان هو بيربط تفاصيل من الاحداث بتاعه الاساطير الاغريقيه بحاجات موجوده دلوقتي زي اسماء الكواكب والكونستليشنز والمعادن والعناصر الكيميائيه، او مصطلحات واسماء وكلمات اتحولت بعد كده من اللغه اليونانيه القديمه للاتينيه. كمان ان هو بيأثر وقت ما بيبقى عارف ان احنا محتاجين نأثر، وبيطول وقت ما بنبقى محتاجين يطول. مش بنضيع وقت كتير في احداث احنا عارفين انها ممله، مش بنضيع وقت كتير في ديسكريبشن والسماء والارض والشجر والزرع والحاجات دي، مش بنضيع وقت في دايالوج ملوش لازمه. هو الكتاب واضح وستريت وتو ذا بوينت. كمان في illustrations في الكتاب، يمكن دي ما تكونش حاجه ذات قيمه قوي يعني، خصوصا لو بتقروا الكتاب اي بوب او على الموبايل، بس النسخه الفيزيكال اللي معايا هنا فيها رسومات زي كده مثلا، بتبقى مسليه قوي ان انا بعد ما اخلص قرايه مثلا مشهد معين او حدث معين حصل وارجع ابص على الرسمه بتاعته. اغلبنا عارف كل الرسومات دي اصلا من قبل كده، بس لما نبص لها واحنا عارفين القصه اللي دايره وراها يبقى الاحساس مختلف. فهكمل الكتاب واجيلكم. اهلا خلصنا ميثس. انا مبسوطه ان احنا خلصنا ميثس، ويمكن خد وقت اكتر شويه لان هو ما كانش فيكشن، فحسيت ان الموضوع ممكن يكون تقيل. يعني كنت مبسوطه قوي ان انا شفت قصص لشخصيات انا عارفاها من قبل كده في سيناريوهات مختلفه، وبعد كده بقى قعدت وشفت القصه الحقيقيه. شخصيات كمان كنت بسمع اسمائها قبل كده لكن انا مش عارفه عنها تفاصيل قوي، ولما عرفت التفاصيل بدات افهم الكونتكست اللي الناس كانت بتتكلم فيه عنها. طريقه ستيفن فراي في العموم سلسه جدا، ولو ناويين تسمعوا الاوديو بوك كمان فارشح طبعا الاوديو بوك بشده. وهو طريقه الناريشن بتاعته جميله جدا، بيتكلم بالراحه قوي. يعني انا كنت بسمع الاوديو بوك بتاعه على 2.5 تقريبا، احيانا ممكن 2.75، احيانا ممكن اوصل ل3، ولا ريكوردات الكليه. الانسان بعد ما بيدخل الكليه بيتعود على ان كل حاجه بقت على 2، فخلاص انا مش قادره اتعامل مع الواقع على سرعته الطبيعيه. على كل حال ميثس رشحه جدا. الكواليتي ستريت مش عارفه هي العيب فيها ولا العيب في الشوكولاته في العموم. انا اكتشفت ان انا ما عنديش سويت توث، يعني انا مش بحب الحاجات المسكره او مش من هواة الشوكولاته بالضروره.
واو. اوكي، رسميا دي احسن واحده اكلتها لحد دلوقتي، محشيه مكسرات، تجربه مواكبه للكتاب بصراحه يعني. وهنا تكون وصلت رحلتنا لنهايتها. قرينا 4 كتب الشهر ده، كان فيهم 2 حلوين و2 وحشين، فعشان يبقى في فرايتي يعني، عشان ما تزهقوش، خدتكم معايا في رمضان وفي العيد. اتبسطت بالكومنتس بتاعتكم جدا. اتمنى ان الوقت يساعد مستقبلا ان انا اقدر اعمل حاجه زي كده تاني، لان الكليه بس فعلا. لو عايزين تشوفوا السلسله من اولها هحط اللينك من هنا. لو عايزين تشوفوا فيديو جي عشان تبداوا الماجيكال ريداثون بنفسكم هحط اللينك تحت. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب من تحت، وتشغلوا الجرس عشان يجيلكم نوتيفيكيشنز باي فيديو ينزل بعد كده. تعملوا فولو على الانستجرام، هحط اللينك تحت. قال يعني انا بنزل حاجه على الانستجرام بس، برضو لو قريتوا اي حاجه من الكتب اللي انا قريتها برضو عايزه اسمع رايكم فيها. واشوفكم على خير ان شاء الله في اقرب وقت الفيديو الجاي. باي.